ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هبة ابراهيم. النهارده بقى هناخد جولة كده واحنا رايحين افتتاح الشيف سارة سمير في مول جاردينيا. عايزه اقولك هو في قلب المول، او تمشي كده شويه هتلاقي ريماس لاند بتاع الجبن. وبعد كده جنبه على طول المحل بتاع الشيف سارة. كان طبعا حضرنا وشرفنا في الافتتاح الشيف هلا فهمي والشيف ياسر شاكر والشيف الشربيني، وهي اصلا شخصيه محترمه جدا، وبصراحة حاجتها تحفة جدا. ربنا يا رب يبارك لها ويوسع عليها كمان وكمان. واللحمة بتاعتها فريش وطازة، ولحمة بلدي صافي، والمصنعات بتاعتها كمان تحفة جدا وجميلة. البرجر والسجق والكفتة. وطبعا هسيب لكم العنوان بتاعها في الديسكريبشن في صندوق الوصف، ولو حد محتاج اي حاجة، هي ست قمة في الذوق، وحد جميل قوي قوي، وحد في الذوق يعني رقيقة جدا ما شاء الله. ربنا يوسع عليكي يا رب يا شيف سارة. جربنا منها البرجر، وجربنا منها السجق، وجربنا منها كفتة الرز، وان شاء الله استنونا في وصفات كتيرة قوي من حاجات اللحوم الشيف سارة. ربنا يوسع عليكي يا رب. هنا بقولك شوفي السجق عامل ازاي، كان خطير تحفة. تسلم ايدك يا شيف سارة، وربنا يوسع عليكي كمان وكمان. وعملنا كفتة الرز. هنا بقولك بقى بصي شوفي الرز مفلفل ازاي. استنوني بقى في وصفات في الفيديوهات الجاية هوريكي عملنا الرز ازاي، وعملنا كفتة الرز ازاي من عند وزارة الشيف سارة. ما شاء الله كانت تحفة قوي وجميلة و... وجربوها وقولوا لي رأيكم ايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله في حفظ الله ورعايته.